أكلت الفواكه سنين، بس هل تعرف الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الأولى: تقطيع البرتقال بذكاء. اقطع الطرفين ثم شق السكين من المنتصف. اقطع شرائح رأسية وانشرها. هتبقى جاهزة للأكل بسهولة، مثالي للصغار واللي ما يحبوش الفوضى. الطريقة الثانية: استخراج المانجو في 10 ثواني. اقطع دائرة حول النواة ولف الجزئين. استخدم الملعقة لسحب اللب بسرعة. مانجو بدون تعب ولا وسخ. الطريقة الثالثة: تقشير الكيوي بخيط الأسنان. مرر الخيط بين القشرة واللب وانزعها بسلاسة. أيوة، الخيط سر العباقرة. الطريقة الرابعة: تقطيع الشمام مثل المحترفين. اقطع الأطراف ثم جزئه لشرائح أنيقة. هتلاقي الجميع يطلبون رأيك في التقطيع. الطريقة الخامسة: استخراج حبوب الرمان في دقائق. اقطع مربعاً من الأعلى، انزع الأغشية ثم اطرقها بقوة. الطرقة السحرية جربها وهتعشق. ما تنساش تتابعني الهاشتاج حياة أسهل. لا ترمي قشور الفواكه بعد اليوم. هنا 5 استخدامات سحرية ستذهلك. كثيرون يرمون قشور الدراقون الأحمر غافلين عن الأنثوسيانين المضاد للأكسدة. جيلاتين صحي ولذيذ بألوان طبيعية. ثم لا تشتري مبخرة باهظة. هكذا تعيد تدوير القشور لعطر منعش في البيت أو العمل. ثم مغلي قشور الرمان ساخناً يهدئ آلام الرأس ويقوي المناعة. ثم اتركها أسبوعاً في الثلاجة. وانسي المواد الكيماوية. تنظيف آمن لليدين والأواني. ثم النباتات تزهر كالسحر مع هذا السماد الطبيعي. لا تهدر قشور الفواكه. كن صديقاً للبيئة ووفر مالك. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم اللي بيهدرون القشور.